السلام عليكم، مساكم الله بالخير يا ربع. كيف الحال وشلونكم؟ عساكم طيبين. اليوم عندي سالفة إن شاء الله تكون زينة. أيوة، السالفة هذه يسولف علي شايب من الربع، يقول أنا كنت ساكن في أحد الأحياء. والله يقول جاري على يمين هذا واحد من ربعي، يقول من الربع البعيدين مرة يعني. والله واللي على يساري يقول هذا رجال، يقول ديرته بعيدة عنه، يقول حول 1000 وشوي، فوق 1000. والله يقول رفيجي هذا الشايب، يقول أنا كنت يوم من الأيام جالس في البيت، ما أدري الشيطان طاري، يقول دخل علي الولد بس يصيح ويبكي. قلت وش فيك سلامة أنت، وش تبكي؟ قال والله يا أبوي جسمي العيال ولد جارنا قام وضربني طقني. قال ايه يطقك ليه؟ قال انه يقول انت اخذ اللبس، اخذ البس حقي. يقول ايش؟ قال يقول انت تاخذ اللبس حقي. يقول انت عاد، يقول انا ساكت انت تاخذه، حلمني عاد كان كاخذه نرجع له، وكان ما تباخذه عزراني لا اطلع له واحوس وطق الطق. قال لا والله يا ابوي ما اخذته. يقول انت له مع شويته، يقول نطلع. قلت وين الولد؟ قال هذاك هو. يقول امسك الولد بعد مع شويته وحطهم جنب بعض. قلت يلا علموني من اللي وش سويت انت في هذا، وانت وش سويت في هذا؟ يقول انا، يقول ولدي قال انه طاق، هو اللي يقوله. جاء الولد الثاني قال ايه يا عمي، هو اللي اخذنا البس حقي. قال كيف اخذنا اللبس حقك؟ اللبس حقك عليك. قال لا اخذه هو. انت مهبول ولا؟ يقولون التله وامسك مع شعيرات. يقول شو اشتي؟ يقولون التله واروح الباب، اروح انطق على ابوه. يقول يطلع ابوه، يطلع. يوم طلع قال وش فيه؟ قلت هذا ولدك طاقنا ولدي، يقول انا سارقنا البس حقي. والله. ويجي الرجال هذا جارهم، يقول يمسك ولده، يقول ايش طاق عشان وش؟ قال يا ابوي هو سارقنا البس حقي. قال وجعني وجعك؟ يقول جارها شاب سارقنا البس حقي، هذا هو عليك. والله عاد يقول فيه. المهم وجابوه يحقق معه، يقول وش لن تسوي وش لا. المهم ما اتفقوا على شيء، ان هذا يقول سارقنا البس وهذا يقول سارقنا اللبس حقه. والله. يقول شوي له طالع جاره، قالوا وش فيكم انتم علامكم صوتكم طالع؟ قال تعال هذا الولد يقول ان ولدي يقول انه هذا طاق، وهذا طاق عشان يقول اللبس، واللبس عليه شوفه عليه ما جاء شيء. وعاد وذاك جارهم الثالث يقول يمسك الولد، قال علمني وش انت اللي حاصل؟ قال هو والله جارهم قام يسألهم حكيم الجار. والله يقول مسك العيال، قالوا فيكم انتم ليه انت تقول اللبس حقه وهذا يقول البس حقه ليه؟ كل واحد منكم تذوب، ترى في واحد منكم تذوب. والله عجال ولد هذا. المهم ما اخذ منهم علم. بعدين راح سأل العيال وهذا، وقال وش فيهم هذا؟ يقول هذا يقول سارق لبسي وهذا يقول سارق البس. المهم قالوا العيال هذا يا رجال، هذا الولد عنده بس، وهذا يقول انك اخذها مدري طاق. طلعت السالفه ويش؟ ان فيه قطو. ذاك يسميه بس قطو، يمشي بالشارع للولد ذاك، وهذاك الولد الظاهر انه ضربها او الظاهر انه زي كذا، هذاك جاي يهاوش عليه ولا يدري المسكين هذا. يقول حنا راح علم الشايب، قال الشايب والله ما ندري ان اسمه بس، او بس يسمونه بعضهم بساسه او بس والله ما ندري وش، لكن انا اول ما طلع على الدنيا ما نعرف الا قطاوه. قطاوه وقطوه. والله هذاك يسمونه بس وبساسه وبس ما ادري، ولو لبس حنا. والولد فهم، يقول طاق عشان يقول طاقنا البس حقي، وهذاك يقول لا او اخذنا البس حقي، هذاك يقول لا والله ما اخذت اللبس حقك، ويفهم يحسب انها اللبس، هذاك يقول البس. والله. المهم راح فهمهم الوضع. قال واحد منهم ذاك يقول من فعلا انا والله ما ادري انه يقصد البس هذا اللي تسمونه انتم بس، احنا نسميه قطاوه. والله قطو وقطاوه. المهم والله ومسكهم جارهم، قال ما يصلح الكلام هذا، واخذ العيال وصارحهم، قال يلا روحوا العبوا روحوا. المهم مسك الشياب ودخلهم عنده وقهواهم، حل مشكلتهم. قالوا شو الحمد لله انك
إنكم ما تطورت الوضع ولا تهاوشت ولا شو عشان قطو. هي والله المفروض الواحد يتريث شوي ويدري وش وراها المبزرة هذولا. يمكن هم زعلان أشياء تافهة وأنتم تزودونها. لا، الواحد يتريث شوي، يصير راكد ويصير ما على طول يروح يطق العيال عشان سالفة ما لها داعي. اي والله. المهم شايب ذا اللي جنبي هذا اللي من ربعي يقول اشوى الحمد لله استفدت اني عرفت ان القطاوة اللي احنا نسميها قطو وقطاوة يسمونها بس مدري بساسة. اي والله والحمد لله. وانتهت سالفة جاري هذا وانتهت سالفة البس مدري قطاوة على خير وتصالحنا والحمد لله. ودخلنا عند جارنا الثالث وتقهوينا وعينا من الله خير. إن شاء الله تعجبكم السالفة، ولا تنسونا من الضغط على قريبات الحب والاشتراك في القناة. والسلام عليكم.